الفيلم ديالنا كيبدا مع ايرين وهو كان في الدار ديالو. في هذا الوقت كان كيستعد باش يمشي يخيم في واحد المنطقه كاينه في الصحراء، وهو يجمع داكشي كامل اللي كان خاصو باش يديه معاه. فديك الساعه خرج من الدار وهو يمشي من تما واش الطريق، وهنا كان ايرين هز مع واحد الكاميرا ويقول لهم في داك الفيديو باللي هو شاد الطريق باش يمشي للوديان الضيقه، وهو يبقى سايق حتى وصل لواحد المنطقه واللي كانت سميتها منطقه المخيم. هنا ايرين نعس، وملي فاق في الصباح هز البيكالا ديالو وهو شاد الطريق باش يوصل لواحد البلاصه اللي كانت سميتها منطقه اوجون. شويه هو يشعل الكاميرا ويقول لهم باش نوصل تما غادي تاخذ لي 4 ديال السوايع، ولكن انا غادي نوصل غير في ساعه ديال المكان. في الاخر قدر يوصل لواحد البلاصه اللي كانت قريبه من هذيك المنطقه. ملي كان كيستكشف في هذيك البلاصه هو يلقى واحد الدريات كانوا تالفين. هنا ايرين مشى عندهم وهو يعرفهم براسو، هما يقولوا ليه باللي سميتهم ميغان وكريسي، وقالوا ليه باللي هما تلفوا على الطريق. هنا ايرين عرض عليهم باش يعاونهم وهما بطبيعه الحال وافقوا، وهما يمشيو كاملين وهما يدوزوا من واحد جوج جبوله واللي كانوا مضيقين بزاف. هنايا ايرين دار براسو طاح، وهنا الدريات خوفوا بزاف، ولكن هنا كان ايرين كيعيط عليهم باش يهبطوا عنده. وهنا الدريات عرفوا باللي مازال حي. الدريات هنا ما بغاوش يهبطوا حتى كانوا خايفين شويه، او يتزعم كريستين وهي تطيح، ومن بعد تبعاتها ميغان. هنا مع هبطوا هما يكتشفوا ان ايرين داهم من واحد البحيره طبيعيه اللي كانت تحت الارض. فديك الساعه دوزوا واحد الوقت زوين، ومن بعد خرجوا وهما يتصوروا مع بعضياتهم. شويه هذوك الدريات عرضوا على ايرين لواحد الحفله غادي تكون غدا. هنا ايرين وافق ويقول لهم باللي خاصني دابا نمشي نكمل الطريق ديالي. فالساعه خلاهم وهو يمشي. ايرين شد الطريق ديالو وتما غادي بين الوديان المضيقه. شويه هو يوصل واحد المنطقه عاليه وكان ضروري خاصو ينزل منها باش يوصل. وملي كان نازل من هذيك البلاصه كان شاد في هذوك جوج جبوله باش ما يطيحش، حيت شويه شد في واحد الحجره ويشخوي به ويطيح عليه على ايده. هنايا ايرين كان كيتوعات بزاف حيت هذيك الحجره كانت كبيره. ايرين ما فهم والو حيت لقى يدو كانت واحله ما بين هذيك الحجره والحيط. هنا ايرين كان كيدير كاع الطرق باش يحيد على هذيك الحجره، ولكن هذيك الحجره ما بغاش تحيد حيت كانت ثقيله بزاف. حيت شويه جا العطش ويهز واحد القرعه كانت عنده ويشرب منها غير شويه باش ما تتقاداش، حيت كان عارف راسو غادي يطول واحد شويه هنا. ويشد الساعه ديالو وهو حققه باش يقدر يعرف شحال ديال الوقت غادي يبقى هنا، ويبدا يغوج بالجهد ديالو كامل باش شي واحد يقدر يسمعه، ولكن لا حياتي لمن تنادي. هنا ايرين خرج كاع داكشي اللي كان في الشكاره ديالو وهو حطو قدام. ملي حطو بقى غير كيشوف فيهم، حيت شويه جبد واحد المقص واللي كان فيه واحد الموس وهو يهزو بقى يضرب به الحجره لعلها تهرس. بقى كيضرب في هذيك الحجره ولكن بدون فائده، حيت شويه طاح له هذاك الموس في الارض. هنا ايرين تعصب بزاف وهو يحيد السبرديله ديالو، وهنا يبدا كيجبد في رجليه باش يقدر يجبد بهم داك المقص، ولكن في الاخر ما قدرش يوصل. شويه طاش عليه واحد الفكره، هي انه يشد واحد العود ويتنيه من الراس ديالو باش يحاول يهز به داك المقص، وفي الاخر قدر يجبدو من تما ويفرح بزاف. هنا السوايع بداو كيدوزوا على ايرين وهو كان مازال محبوس تما. فهاد اللحظه ايرين عيا بزاف، وملي ضربات 12 ديال الليل ايرين فهاد اللحظه كان فيه العطش بزاف، ويهز هذيك القرعه ديالو اللي كان فيها الماء ويشرب منها غير شويه باش هذيك القرعه تبقى معاه لاطول مده ممكن. هنا ايرين كان عنده واحد الحبل ويجدو ويلوحوا على واحد الحجره اللي كانت فوق منه، وفي الاخر قدر هذاك الحبل يشد في هذيك الحجره ويربطوا مع داك الشورت اللي كان لابس باش ينعس على هذيك الحجره، حيت ايرين كان عيان بزاف. ايرين في هذه اللحظه ما قدرش ينعس وهو مرتاح، هذاك الشيء علاش فيما كيغمض عينيه كل شويه كيفيق. وفي الصباح بانت ليه الاشعه ديال الشمس، ومن بعد ايرين خدم هذيك الكاميرا اللي كانت عنده وهو يبدا يسجل في راسو، وقال باللي النهار كامل وهو واحل هنا. هو يبدا يقول لهم بان اي واحد الا لقى هذه الكاميرا يديها للعائله ديالي. هنا ايرين فاش كان كيدوي قدام الكاميرا حس بان الايد ديالو ولات زرقاء حيت الدم ما بقاش كيوصل لايدو. شويه ويطلع له واحد التراب من الفوق وهو يبدا يغوت بالجهد ديالو كامل باش لعل وعسى شي واحد يقدر يسمعه، ولكن هو كاين في داك الوادي لا طير يطير ولا رجل تسير. شويه دار ايرين واحد الطرف ديال الثوب على راسو باش يمكن ليه ينعس. فهاد اللحظه كان فيه المود ديال الجوع ويجبد واحد الماكله كانت عنده ويبدا ياكل فيها، وفاساله هز ديك القرعه ويشرب منها غير شويه باش ما تقاداش. هنا ايرين ملي كان ساي كان كيتفكر راسو وهو في الدار. فديك اللحظه كان كيدير واحد العدسات في عينيه. شويه بدات كتصوني ليه مو، ولكن هو ما بغاش يجاوب. وهنا ايرين حقد بزاف حيت كانت هذيك هي اخر مره يقدر يشوفه. هنا ايرين فاق بسبب النمل اللي كان كيتمشى عليه على الجسم ديالو، وملي فاق كان هذا هو النهار الثالث ليه في هذه البلاصه. هنا ايرين شاف في يدو ولقى بلي راه مازال واحله في هذيك الحجره. فهاد اللحظه ايرين بدا كيحاول يشد في هذاك الحبل اللي كان ملصقو مع الحجر، هادشي باش يهزه ويحركها على ايده، ولكن فشلوا ليه كاع المحاولات اللي كان كيدير حيت هاد الحجره هذه كانت كبيره وثقيله بزاف. شويه ايرين بدا كيجي العطش بزاف. هنا ايرين مقوه ديال الملل شعل الكاميرا وهو يبدا يقول كاع دوك الاحداث اللي طراو ليه اليوم، ويبدا يقول لهم انه هو راه بدا كيفقد الشعور بالايد ديالو، وقال لهم بلي مستحيل يقدر يحيد هاد الحجره حيت هي ثقيله بزاف وخاص 4 ديال الناس باش يقدروا يهزوها. هنا ايرين قرر واحد القرار اللي كان صعيب بزاف، واللي هو يقطع يدو بهذاك الموس اللي كان عنده، هادشي باش يقدر يحيد يدو من تحت هذيك الحجره. وهو بغى يدير هادشي
باش على الاقل يخرج باقل الاضرار، حيت هو عارف انه الا بقى على هذا الحال غادي يموت في اقل من يومين. شويه ويشد واحد الحبل وهو يربطو على يدو باش على الاقل ما يخسرش بزاف ديال الدم. وملي بدا يحاول يقطع يدو مع ايرين زهرو زوين بزاف، هذاك الموس كان حافي وما قدرش يقطع عليه ايدو. وكما قلت لكم مع ايرين الزهر ديالو زوين بزاف، طاحت ليه هذيك القرعه ويمشي ليه بزاف ديال الماء. وفاش جا هزه بقى فيها غير واحد شويه، وفي هذه اللحظه ايرين تعصب بزاف. هنايا ضرب واحد الرعد اللي خلع ايرين بزاف، وهنايا بدات الشتا تصب. هنايا ايرين في هذه اللحظه فرح بزاف حيت اخيرا غادي يقدر يشرب ويعمر هذيك القرعه ديالو. ولكن الفرحه ديالو ما كملاتش حيت هذيك البلاصه اللي كان فيها بدات كتعمر بالماء، وملي بدات هذيك البلاصه كتعمر بالماء بزاف قال ليه غير شويه ويغرق. ولكن لحسن الحظ قدرات هذيك الحجره تتحرك بسبب التيار ديال الماء. في هذه اللحظه ايرين فرح بزاف حيت هو اخيرا قدر يخرج من هذاك الوادي. هنا ايرين بدا كيجري في اتجاه ديال الطوموبيله ديالو، ولكن هنا المفاجاه الكبيره هو ان ايرين كان غير كيحلم. هنا ايرين ما بقاش عارف شنو غادي يدير، واش يقطع يدو ويخرج باقل الاضرار او لا واش يتسنى تما حتى يجي شي واحد ويعاتق. وهنايا في النهار الرابع ايرين دار واحد الفيديو ويبدا يقول لهم داكشي كامل اللي طرا ليه اليوم. وبسبب انه ما بقاش كياكل بزاف بدات كتجي له الواسه، ويقول لهم بلي العائله ديالو عزيز عليه بزاف وكان كيتمنى انه يشوفه. وقال انه هو ندمان بزاف حيت كان كيتعامل معهم بواحد الطريقه خايبه. ومن بعد ايرين شرب اخر نقطه ديال الماء شويه ويتصدم ويحس بان الدقات ديال القلب ديالو بداو كينقصوا. هنا فهم ان الجسم ديالو بدا كيتهلك حيت ما بقاش كياكل الماكله بزاف. هنا ايرين بقى عنده غير حل واحد هو انه يقطع ايده. هنا يشد داك الموس وهو يضربو في يدو وهو يبدا يحرك فيه باش يقطع ايده، ولكن ما قدرش يكمل حيت كان كيتوعت بزاف. هنا اضطر انه يحيد هذاك الموس من يدو ويشد واحد شويه من الدم ديالو ويبدا يشربو بسبب العطش. هنا ايرين في هذه اللحظه قرر انه ما يستسلمش ويشد هذاك الموس وهو يبدا يضرب في هذيك الحجره باش يقدر يهرسها. هنا ايرين عاوتاني هز ديك الكاميرا ويبدا يسجل واحد الفيديو ويقول لهم باللي هو كيستاهل كاع هادشي اللي طرا ليه، وقال لهم حيت انا واحد الشخص اناني وكيفكر غير في راسو واللي خايف هادشي كامل وان حتى شي واحد ما غادي يعرف الجثه ديالي فين كاين. وملي كان داويس على الشارج ديال الكاميرا هنا بدا كيطيح واحد شويه ديال الطراب على ايرين وهو يفقد الوعي. هنا شويه فاق ويبدا يتخيل الولد ديالو قدامه. هنا ايرين تاثر بزاف حيت ما كانش عارف راسو واش من هنا لقدام غادي يقدر يكون اسره ولا لا. هنا ايرين قرر انه يخرج من هنا باي طريقه، بدا كيحاول انه يجر يدو من تما بالقوه ديالو كامله حتى في الاخر انه يقدر يهرس يدو. هنا ايرين بدا كيتاكد واش العظم تحيد ولا لا. هنا يقاس يدو وهو يلقاها باللي ولات رطبه وزرقاء. هنا استغل الفرصه ويشد داك الموس وهو يبدا يقطع في يدو. ايرين كان كيدير هادشي بزز حيت كان كيتوعش بزاف في يدو، واخا هكا كان كيبقى يصبر في راسو حيت كان كيتخيل ولدو جالس حداه وكيشجع فيه. ايرين بقى كيضرب بالجاد واخا كيتوعد، ولكن في الاخر قدر انه يقطعه. ولكن في الاخر ملي قدر يحيدها كاع ما تيق راسو باللي يتحرك حيت داز عليه 120 ساعه كامله بلا ما يتحرك. هنا شد يدو اللي كانت مقطعه ويدير على واحد الساشيه باش ما يضيعش ليه بزاف ديال الدم. من بعد خرج هذيك الكاميرا ديالو ويصور هذيك الايد ديالو اللي كانت مقطوعه واللي كانت مازال لاصقه في الحجر. وهنا يبدا كيحاول انه يخرج من هذيك البلاصه باي طريقه كانت قبل ما يضيع عليه بزاف ديال الدم. وفاش خرج من هذيك البلاصه وشاف الشمس هو يفرح بزاف ويبدا ينقز بكثره الفرحه. وفاش كان كيطول لتحت بانت ليه واحد البحيره فيها واحد الماء. هنا ايرين شد داك الخيط ديالو وهو يربطه مع واحد المسامر ويبدا نازل. وهنا مع نزل هذيك البحيره هو يبدا يشرب واحد الكميه كبيره ديال الماء. هو دار هادشي واخا كان هذاك الماء موسخ والماء ديالها كاع ما صالح للشرب. ايرين هنا عمر القرعه ديالو هو يتحرك ويبقى غادي باش يقدر يخرج من هذيك المنطقه اللي سميتها الوديان الصحراويه. هنا ايرين بدا كيحس بالعيا وكان فيما كيتمشى كيطيح وكيعاود ينوض عاوتاني وكيطيح. حد شويه هما يبانوا ليه ثلاثه ديال الناس جايين عنده. هنا ايرين بدا كيغوت عليهم بالجهد ديالو كامل باش يقدروا يعاونوه. هذوك الناس سمعوه وهما يجيو عنده دغيا. هنايا مع وصلوا عنده وهما يعطيو واحد القرعه ديال الماء اللي كانت صالحه للشرب، ومن بعد عيطوا على واحد صاحبهم واللي كان جاي عندهم بواحد الهليكوبتر. فهاديك الساعه ايرين طلعوا في هذيك الطياره وما يديو للسبيطار باش يداويو. وهنا تيكون سال الفيلم ديالنا. فإلا عجبك هذا الفيلم يوتيوب كتقول ان هذا الفيلم هذا غادي يعجبك كثر. تخيل معايا الا باك مات باش يعاشقك ولكن من بعد 20 عام كتحول لحياتك كامله لكابوس. هادشي اللي وقع في الفيلم ديال غاليا دا تور 2. هنا كنتعرفوا على ولد ماكسيموس اللي رجع باش يكتشف السر الخطير اللي غادي يبدل ليه حياته كامله. هنا لوشوس خاصو يواجه الامبراطوريه الرومانيه كامله، ولكن في هذه المواجهه كيكتشف ان باه يمكن باقي حي. الا كنت باغي تعرف النهايه ديال القصه كيفاش غادي تكون مازال ما شفتيش الفيلم يمكن لك تدخل لاشين ديالي او يمكن لك تكليكي عليه من هنا. ما تنساش صرفق معك هذيك اللايك وصرفق معك هذيك سبسكرايب حتى هي، وما تنساش قلنا في الكومنتس شنو الفيلم الجاي اللي بغيتي نديرو عليه. So guys, ciao ciao.